طاهر باشا، اسفين يا معلم. الله يا طاهر، الله يا ابني. ايوه كده، ايوه كده، احنا لما بنقسى عليك عشان عارفين ان عندك. ويا شيري انت النهارده رايق. ايوه كده، استلم بيمينه وراح مديها بشماله بمبدأ ظروفه هو وظروفه، هو ده. نكمل بس يا رجاله، ما نريحش والنبي، ما نريحش، نكمل. ها يلا، ان شاء الله خير تاني في تالت كده. وبعدين بس حاجه مهمه، هو ليه كابتن علي محمد علي تاني؟ ليه يعني؟ هو في زربيح ماتشات شغال وكل الرجاله مش فاضيه، الاخوه حفيظ دراجي وعصام الشوالي ورؤوف خليف والكلام ده. بس اي حد يعني، حتى لو كابتن احمد عبده، انما علي محمد علي مع احترامي ليه الذكريات مش لطيفه، ربنا يستر يعني. خير. مستر كولر يا اخويا، نجيب التاني ونأمن شويه بقى، التالت جه ما جاتش ان شاء الله عنه ما جه، لان شايف برضو نفس المبدأ اللي انت بتلعب بيه، فاتح قوي ودفاع متقدم وممكن يبقى فيها هجمات مرتده وبتاع، فاحنا نجيب التاني وفضل ونعمه ونظبط نفس وقفتنا ورا في خط الدفاع، واخد بالك انت، والتالت بقى براحته بقى، هو ايه وشوقه يعني، حب يواجب معانا يجي، ما يجيش هو وطريقه بقى. بعد اذنك يانج بقى، من وجهة نظري يمشي وهو جايب 8 مليون دولار، عشان لو كمل معانا كده مش هيجيب 8 دولار، فهو ديانج مش معانا خالص، ديانج بقى دماغه خلاص في بره، فلو كده يتكل على الله احسن. في حاجه بس حابب اقولها، مستر كولر برضو مصمم على طريقته وعلى نفس طريقه لعبه، مفيش مشكله، انت راجل فكرك عالي وبتلعب نظام ضغط عالي على الخصم والكلام ده، بس انا اللعيبه اللي معايا ما تنفذش الطريقه دي، يعني العب في حدود الموجود، الامكانيات اللي موجوده، لان شايف برضو القطن الكاميرون اللي هو حصرت المجموعه، مش صعب انه ممكن يجيب فينا جول، ده هيبقى جول دمه تقيل قوي، فانا مش يعني مش فاهم، يعني المفروض العب في حدود الامكانيات اللي متاحه، لحد بقى ما تجيب تعمل فرق على دماغك، انما بالمنظر ده برضو شايف اللعيبه هتقع بدنيا، وربنا يستر الجون التاني يجي قبل الشوط ده ما يخلص، لما نشوف. حتى الان هاني وطاهر محمد طاهر نجوم المباراه من وجهه نظري، الله اكبر، يلا بقى التاني بقى جاي ان شاء الله، جاي. الاخوه في مستشفى النادي الاهلي جهزوا السبيل للاخ محمد شريف، ما هي مش عارف والله، ما عارف. كابتن علي محمد علي عملها كعوايده يعني، لازم كل ماتش التاتش بتاعه في ماتشاتنا، سبحان الله. هو الحاجه الوحيده الكويسه، انا بصراحه نفسي شادي حسين ياخد فرصه، فيمكن سبحان الله يعني تبقى رب ضارات النافعه، وتبقى دي بدايه انطلاقه شادي، يا رب. الولد مجتهد وانا بحبه بصراحه وان شاء الله الماتش ده يكون ليه خير فيه باذن الله. خيب ظن يا رب، خيب ظن يا رب. احمد القندوسي، برافو. ايوه كده يا جدعان، واحد قاعد على اعصابه يعني، شارب اتنين ينسون، مش ممكن. الحمد لله. الماتش اللي كان رايح بسكت بقى بيتعقرب وبتاع، الحمد لله الحمد لله. كولر يا اخويا، لو التالت هيبقى صعب يجي مش مشكله، نأمن على كده، نمسك نفسنا، واخد بالك، اتنين مش وحشين، والفرقه دي مستحيل تجيب جونين يعني، ما اعتقدش، فلو يعني ما تضغطش على لعيبه زياده، عشان بدنيا هم واضح ان هم تعبانين، خصوصا علي معلول، فلو كده نقف شويه على الكوره ونظبط نفسنا وبتاع، وحلو اتنين. نهايه الشوط الاول دي تضيع يا تاو، دي تضيع يا راجل، حرام عليك، ده انت كنت قتلت الماتش خالص. خير الحمد لله. المباراة شغالة اهو في الدقيقة 80 خلاص، تمام، هو واضح هتقفل على 2-0، بس هي الفكرة واضح الإجهاد على اللعيبة جامد جدا، خصوصا طاهر وعلي معلول ومحمد هاني فهو حاليا المشكلة الكبيرة اللي هتواجهنا هو حوار الإجهاد، يعني بعد المباراة دي المفروض في مباراة المقاولين، بعدين هنسافر لجنوب أفريقيا، بعدين هترجع على الكاميرون، فهو اللي واضح دلوقتي، ربنا يعين مستر كولر على حوار الاجهاد البدني ده، لان هيبقى الحل ليه صعب قوي، انما هم نجوم المباراه يعني، هو كوكا اهو ومحمد شريف، صح كده، علي معلول لازم يريح، كوكا ومحمد اشرف نازلين، صح كده، ففي لعيبه فعلا لازم تريح، انما لحد دلوقتي هو واحد يقول لي الخصم برضه القطن الكاميروني مش قد كده، لكن انت لما تبص على غيابات عبد القادر، حسين الشحات، السوليه، كهربا، انت عندك في لعيب بيفرق مع فرقه ثانيه، بيقعدوا بقى يقول لك اتغلبنا بسبب كذا واتغلبنا بسبب لا لاعب
فانت وسط الغيابات دي وانك بتحقق المطلوب، الفوز ده اهم حاجه. واهم حاجه انها ما يخشش فيه اهداف تاني. يعني انا من وجهه نظري النهارده اهم مكسب ان شاء الله الماتش يخلص على كده، حتى لو ما جبناش التالت ما جراش حاجه، بس الايه ان شاء الله ما يخشش فينا هدف علشان اللعيبه بتبتدي تستعيد ثقتها تاني. لان لحد دلوقتي كده الحمد لله تمام. السلبيه النهارده من وجهه نظري هي شادي حسين. كل اللي بيتفرج النهارده هيحس كده زي 90% شادي حسين هو عارف نفسه ان هو بره النادي الاهلي. في كوره في اخر الشوط الاول اللي هي طولت منه وطلعت على القاود، جت الكاميرا على مستر كولر في ضحكه صفرة كده شويه، زي معناها انا وجهه نظري فيك صح. لان الشوط الثاني شادي متعصب جدا، ما في كام كوره المفروض يعني كان يبقى يخش اشرس من كده عليها ناحيه الجون، بيلعب هادي خالص زي ما يكون هو يستسلم خلاص لوجهه نظر مستر كولر فيه ان هو ما انه مش هيستمر. فدي من الحاجات بصراحه اللي مزعلاني، كان نفسي ان هو يكسب الفرصه دي يستفيد منها، لكن ده شك تقريبا ما حصلش. ومن الواضح كده ان هو خلاص اخر الموسم ممكن يبقى بره النادي الاهلي. الحاجه الثانيه سافيو، يعني انت سافيو برضه حطه على الدكه والماتش مرتاح 2، طب كنت نزله مثلا ايه يلعب مكان احمد القندوسي النهارده من وجهه نظري نجم من نجوم المباراه. يعني احمد القندوسي تقريبا كان اغلب الوقت هتلاقيه مركز 10 بديل مكان قفشه، فكان ممكن تجرب سافيو في المكان ده، كان ممكن تبدل بيه طاهر رغم ان رأفت خليل لعيب ممتاز جدا، لعيب جامد جامد جامد. يعني هو بطوله افريقيا للشباب دي ظلمت لعيبه زي كريم الدبيس وزي رأفت خليل وزي مصطفى مخلوف الحارس في لعيبه كتير كويسه البطوله دي ظلمتهم، هيبقى ليهم دور مع الفريق الاول في الفتره الجايه. فمن وجهه نظري برده كان سافيو كان محتاج برده ايه مباراه مرتاحه، مش ما تنزلوش في ماتش الدنيا مخنوقه فيه. كان وارد برده يعني ايه نحكم عليه اكتر، يا اما انت وجهه نظرك فيه خلاص انتهت. لكن برده من الحاجات المهمه اللي نقولها هي ان مستر كولر لحد دلوقتي الصفقات اللي الراجل جايبها واللعيبه اللي معتمد عليها ولا كلمه. يعني القندوسي، مروان عطيه، خالد عبد الفتاح، في مين تاني جه، هما الثلاثه دول لحد دلوقتي. كريستو عامل اداء مع منتخب تونس عالمي، لعيب كويس قوي. فهو الراجل لحد دلوقتي اختياراته واللعيبه اللي هو اختارها وبيلعب بيها لا مقدمين زي ما بيقولوا بالبلدي كرامات، خصوصا القندوسي النهارده في الجون الثاني. تمام، فهو الراجل بالمنظر ده يلا التالت بقى، يلا علقوله. ده علي ما طلعش، ده انا شايف محمد اشرف قلت علي معلول هيطلع، ده علي معلول ما طلعش. طب ما هو كده مستر كولر برضو اهو، بص منظره علي ميت، علي ميت. ايه هو يعمل اللي هو عايزه، هو يعمل اللي هو عايزه، بس هو برضو يعني الواحد النهارده الحمد لله الماتش اهو بيعدي اهو كسبانين وكل حاجه، لكن برضو جواه شويه قلق. المنظر ده قدام سان داونز في جنوب افريقيا قدام القطن الكاميروني في الكاميرون، لا يعني حته لو ربنا كرم من وجهه نظري يبقى تعادلات، خصوصا مع سان داونز. يعني اهم حاجه حاليا ان احنا لحد دلوقتي مصيرنا في ايدينا، ودي اهم حاجه. احنا لحد دلوقتي الحمد لله مصيرنا في ايدينا، فهو بالمنظر ده هو لازم بقى في يا اما ممكن ماتش المقاولين ده يريح اغلب العناصر بقى وتعادل بقى ونتقبل النتيجه وخلاص، لان لازم حاجه هتيجي على حساب حاجه. انت مش زي ما بيقولوا الطمع اللي ما جمع، انت لو ركزت في كل حاجه هتخسر كل حاجه. فهو بالمنظر ده هيرتاح، يحتاج العناصر الاساسيه ترتاح ماتش المقاولين، مش هينفع خصوصا علي معلول. يعني علي معلول وحتى لو شريف بقى سليم ممكن تدي شادي حسين تاني، ممكن تجرب بيرسي تاو، ممكن تدي سابيو في المكان ده اي حاجه. انما في لعيبه حمدي فتحي، محمد هاني، عبد المنعم، ممكن تريح الشناوي نفسه. فلا هو لازم حاليا التركيز مباراتين الموسم بالنسبه لنا سان داونز والقطن الكاميروني الماتشين اللي جايين. الدوري الحمد لله الخصوم والمنافسين الله يبارك لهم يعني ايه عمالين يدبوا في بعض ويوقعوا في بعض وفرق نقاط مش وحش، والدوري احنا لو قرصنا عليه وركزنا هنخلصه. بس هو حاليا الماتشين المصريين سان داونز والقطن الكاميروني، ففي لعيبه كتير لازم تريح، حمدي فتحي، معلول، هاني، مين تاني يا ربي، كده كده مش هيلحقنا حسين الشحات وعبد القادر، فلازم تريح اللعيبه اللي موجودين معاك علشان لو على الاقل ما قدرتش تكسب خارج ارضك على الاقل ما تخسرش. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله لا نصعد ان شاء الله. هو اللعيبه ايوه يلا التالت ضربه جزاء، ضربه جزاء. لا شادي
لا 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 لا. طب يا شادي اضمنها يا شادي، استنى ما نشوف الاعاده. انا شايف كرة ضربة جزاء. اه نط من فوق يا شادي، ما انت رقصت الجول اضمنها حتى لو ده. لا 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 لا، هو كده بنسبة كبيرة كان ممكن الكرة ليها فرصة حل تاني، كان ممكن ليها حل تاني. عموما الحمد لله المباراة خلاص دقيقة 85 يعني 90% هتخلص بالنتيجة دي يعني. كويس حلو، هتعجبني الشوط التاني. هو مفيش فرص كتير ومفيش هجمات قوي، بس على الاقل زي ما احنا قلنا في الشوط الاول اذا ما سجلناش ما يتسجلش فينا، ونحافظ على اللعيبه بدنيا بس كده. وان شاء الله اللي جاي خير باذن الله. وكده الحمد لله احنا 4 بونت، وان شاء الله بقى نتمنى مفاجاه من صن داونز مع الهلال في السودان، وخير ان شاء الله. زي الفل. هو ان شاء الله كده 90% خلاص المباراه تقفل على كده، هي خلاص. يلا يا علي، علي ميت يا جدعان، علي ميت. انا من وجهه نظري يقف على يعني عند نص ملعبنا ويدافع اكتر ما يهاجم، لان هو خلاص هو كده مش قادر، كده مش قادر. بس يا علي، محمد علي جبار، انت جبتونا الارض، جبتونا الارض. هو الماتش طالعين بمحمد شريف مصاب وطاهر يعني برضه وقع كام مره. لا بس خير خير. البدائل برضه نزلوا وما تحسش بفرق كبير، وده يحسب لمستر كولر. بس انا اللي هو الكومنت برضه يا مستر كولر، نأمن دفاعاتنا، اللي هو لو ما جبتش ما يسجلش فيا. فهو كده يلا علي، لا هي هتخلص على كده ماشي، ما يجراش حاجه. الحمد لله 3 بونت مهمين يدخلونا تاني في المنافسه، وكده مصيرنا في ايدينا ومش محتاجين حاجه من حد. وان شاء الله الماتشات الجايه باذن الله افضل. حلو على كده. يلا سلام عليكم.